اول ما تفتح العربيه هتلاقي كل حاجه جوه غالب عليها الطابع الرياضي. الابواب بلاستيك بس جايه بنقشه الكربون فايبر. التابلو شكله تقليدي بس جاي من الكربون فايبر حقيقي يعني. الاعداد برضو شكلها تقليدي انالوج، وده بس ده بيكمل لك الطابع الرياضي في العربيه. الدواسات من الالومنيوم وعليها علامه الفا. العتب من الكروم وعليه علامه الفا برضو. من اكتر الحاجات الملفتة في العربية الطارة اللي عليها درع في مع الخياطة الحمراء في كل حتة وعلامة الفا روميو. الطارة كمان مالتي فانكشن، والبيتل شيفترز انيقة وفيها كمان الخياطة الحمراء. الكراسي رياضية وبتيجي مزيج من الجلد والالكانتارا وعليها علامة الفا بالخياطة وكلمة الفا روميو بالنيكل. التكييف دول زون وليه فتحة واحدة خلفية. وده زرار الدي ان اي اللي هو المود سيلكتورز اللي تقدر تختار منه نمط القيادة. وده زرار مساعد الركن بس بدون كاميرات خلفية. وهنا فتحات اليو اس بي والاي يو اكس. العربية بتيجي بفرامل يد عادية. الشاشة 7 بوصة وبتدعم الاندرويد اوتو والابل كار بلاي وكمان فيها نافيجيشن. مساحات الجلوس ورا معقولة، مش احسن حاجة ومش سيئة، الا ان مساحات مشط الرجل مريحة. وزي ما قلت لك قبل كده العربيات اللي واخده الطابع الرياضي ما تفكرش قوي في الحاجات في الموضوع المساحات ده فيه قوي يعني. مساحات التخزين مش جيده قوي. مسند اليد في الكنبه الخلفيه انيق وملفت للنظر، بصراحه عجبني قوي يعني.